الغضروف عباره عن حزام جواه ماده جيلاتينيه. طيب الماده الجيلاتينيه دي عايزه تطلع من الحزام، عايزه تطلع من مكانها وتتحرك من مكانها، اللي منعها هو الحزام. طب لو الحزام ده حصل ضعف في جنب منه، الماده الجيلاتينيه بتبظ من ناحيه الضعف ده وتعمل حاجه اسمها بلج، ديسك بلج، وهي دي اول درجه من درجات الانزلاق الغضروفي. والديسك بلج ده بيضغط على العصب، هو ده اللي يعمل وجع اسفل الظهر نازل في الرجل، دي الدرجه الاولى. طب لو الحزام ده في حته منه اتقطعت يبدا الغضروف ينزلق، طب الحته كبرت ينزلق بشكل اكبر لحد ما الغضروف كله يقع جوه القناه العصبيه. وده موضح في الصوره اللي هتظهر لكم دلوقتي. ده شكل الحزام، ده شكل الماده الجيلاتينيه اللي الحزام بيحوطها، ده شكل الحزام لما ضعف هنلاحظ الماده الجيلاتينيه راحت في النقطه اللي فيها الضعف عملت البلج، بعد كده الحزام اتقطع فخرجت الماده الجيلاتينيه، بعد كده خرجت بشكل اكبر لحد ما